تخفيض أسعار الفايدة للشهادات 19% قبل اجتماع البنك المركزي بالبنوك، والبنك الأهلي وبنك مصر هيعملوا إيه في الشهادات 19% وال 22%. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. مع اقتراب اجتماع البنك المركزي شهر مايو 2023، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفايدة يوم 18 مايو 2023 القادم، والكثير من العملاء بينتظروا قرار البنك المركزي لتحديد هل يتم رفع أسعار الفايدة وإصدار شهادات جديدة أم تثبيت أسعار الفايدة وبداية هبوط أسعار الفايدة، مع بداية الفدرالي الأمريكي اتخاذ خطوات بتثبيت أسعار الفايدة في الاجتماع القادم وبداية نزولها تدريجيا في الاجتماعات القادمة. ولكن هنا يبدأ بعض البنوك المصرية بتنزول أسعار الفايدة قبل اجتماع البنك المركزي، وأول بنك بينزل أسعار الفايدة على 3 شهادات، وأول شهادة معانا من بنك CIB حيث قرر نزول أسعار الفايدة على الشهادة البريميوم 3 سنوات بعائد 20% لتصبح 18%، والعائد هنا كان بيكون شهري. الحد الأدنى أصبح 2 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه، وهنا الحد الأدنى كبير جدا. تاني شهادة تم نزول أسعارها وهي شهادة 19% في بنك CIB لتصبح الشهادة 17.5%، العائد بيكون فيها شهري، ويصبح الحد الأدنى 500 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه. تالت شهادة معانا وهي شهادة برايم، والشهادة دي كانت 18% وأصبحت العائد عليها 17%، والعائد بيصرف شهري، والحد الأدنى أصبح 50 ألف جنيه بدلا من 10,000 جنيه. وهنا بدأ الكثير من العملاء هل يبدأ البنك الأهلي وبنك مصر بنزول أسعار الفايدة على الشهادات 19% و 22% زي بنك CIB بعد اجتماع البنك المركزي؟ القرار هنا بيكون مرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفايدة الجديدة أم بنزولها أم تثبيتها، وهنتابع معانا في الأيام القادمة قرار البنك المركزي، مع أن توقعاتنا استمرار شهادة 19% بالبنك الأهلي وبنك مصر لفترة بعد اجتماع البنك المركزي، وهذا توقعنا. فتابع معانا وما تنساش تشترك وتفعل الجرس ولايك ومشاركة الفيديو.